الو 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 الو، ايوه 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 ايوه. جناح برازيلي بيلعب برجله اليمين، سريع قوي مهاري هداف ومعروض للبيع. اي حد بيسأل على التفاصيل انبوكس. اديني سبب واحد بس مقنع يخلي ليفربول ما يخلصش في رودريجو لغايه دلوقتي. سبب واحد بس مش هتلاقي، مفيش سبب واحد مقنع. اديني سبب تاني مقنع يخليك ما تعملش سبسكرايب لغايه دلوقتي. صفقه رودريجو بالنسبه لي هي صفقه سهله جدا لعده اسباب. اولها ان خلاص اللعيب معروض للبيع، مش هيكمل في ريال مدريد. ريال مدريد فتح عليه المزاد، خلصت خلاص. يعني الموضوع مش اللي هو انت هتخش تعرض على لعيب النادي بتاعه متمسك بيه او هو مش عايز يسيب النادي. لا، رودريجو عايز يمشي من ريال مدريد وعايز يروح يلعب في البريمير ليج، وانت من اكبر ان ما كنتش اكبر فريق في البريمير ليج. فانت لو قدمت له عرض هو ما عندوش اوبشن تاني، فهو بالنسبه له تمام. وريال مدريد دخلت اديتها الكاش بتاعها اللي هي عايزاها تسيب رودريجو. طيب في حد بينافسك على الصفقه؟ في ناس بتنافسك على الصفقه، بس اللي بينافسك على الصفقه مشغول بحاجات تانية زي ارسنال. ارسنال بينافسك على الصفقه، وارسنال هو النادي الاقرب لغايه دلوقتي لرودريجو، النادي اللي فتح مفاوضات قويه مع رودريجو. بس ارسنال عنده مشكله، الا وهي اللي هو عنده مشكله اكبر مع جيوكيرس. عنده حكايه مع جيوكيرس في البرتغال، وجيوكيرس يوم ما يخلص مع ارسنال مش هيخلص اقل من 80 85 مليون يورو. فهو ارسنال مش حمل اللي هو يخلص صفقتين بالقوه دي. يعني هو مش حمل يخلص صفقه جيوكيرس، ومش حمل يخلص صفقه رودريجو. فهو دلوقتي مركز في جيوكيرس، وجيوكيرس انقطع عن التدريبات في البرتغال وعامل مشكله في البرتغال، وارسنال ضاغطه عشان تخلص في الصفقه، فهم مشغولين بجيوكيرس. فانت سهل جدا تخش في النص كده تتدحلب تاخد رودريجو منه. والنادي التاني اللي بينافسك هو بايرن. بايرن برضو دخل بقوه في الصفقه وبيفاوضوا، بس البايرن حطوا خيار رقم 2. الخيار رقم 1 لبايرن هو باركولا جناح باريس سان جيرمان. باركولا هو الاقرب لغايه دلوقتي اللي هو يروح البايرن، مش بيلعب مع باريس بشكل مستمر. البايرن داخل عارض رقم كويس فيه، وباريس ما عندهاش مشكله اللي هي تبيعه، والخيار رقم 1 عند البايرن هو باركولا. فاذا انت الاثنين اللي بينافسوك في الصفقه مش مركزين في الصفقه، وما عندهمش احتياج فني للصفقه زي ما انت محتاج رودريجو. ده اللي مخلي الصفقه من وجهه نظري هي سهله جدا اللي انت تخلصها. 70 او 80 مليون يورو في لعيب بحجم رودريجو بامكانيات رودريجو بالنسبه لي ده مش رقم كبير خالص. اهدى بس، انا عارف اللي هو رقم كبير، بس مش رقم كبير في السوق وفي الماركت بتاع الصفقات بتاعت اللعيبه وبحجم لعيب زي رودريجو. ده شويه فكه يعني. صباح الفل، خش يا عم خلصه. فده كان بالنسبه لسهوله الصفقه، ان انت هل في ايديك اللي انت تخلص الصفقه؟ في ايديك اللي انت تخلص الصفقه. شويه كاش شويه فكه تخش تخلص بيهم الصفقه عادي جدا. طيب رقم 2 بقى، هل ليفربول في احتياج فني لرودريجو؟ صباح الفل. طبعا يعني ولا مش في احتياج فني لرودريجو، في احتياج فني لمين؟ لنيمار؟ طبعا في احتياج فني لرودريجو. ليفربول لا يمتلك وينج شمال بحجم وقدرات ليفربول. خلينا كده متفقين ان دياز مش هو اللعيب ابدا اللي يلعب لك في ليفربول. مش هو الجناح الاساسي اللي تخش بيه كل موسم، بقالك 3 مواسم بتخش هو اللعيب الاساسي عندك. لا، مش هو ده اللعيب، مع ان انا بحبه على فكره. انا دياز يعني انا كلاعب كوره انا ما عنديش مشكله، يعني انا بحب دياز على فكره، بحب كورته. بس لو انت جيت بصيت على ارقام دياز في ال3 سنين وفي كل موسم ما بيعديش ال 13 14 جون في الموسم، وده رقم كارثي بالنسبه للجناح بيلعب في فريق بينافس على دوري وبينافس على دوري ابطال. ارقام قليله جدا، وكمان عدم استمراريه بشكل ملحوظ. يعني انت دياز ماتش حلو هو نجم الماتش، الماتش اللي بعدها هو مش موجود. فدي مش نوعيه لعيبه تعتمد عليها بشكل اساسي ابدا في فريق كبير بحجم ليفربول. فرودريجو هيجي كل سنه وانت طيب، انت مش محتاج دياز تاني، هيجي يلعب. واقول لك على حاجه كمان، ككوره رودريجو اعلى من امبابي واعلى من فينيسيوس. ده يعني اللي عايز يختلف معايا يختلف براحته، ده من وجهه نظري. ككوره كده وهدوء على الكوره، واللي كورته نظيفه، رودريجو كورته انضف من فينيسيوس بكتير قوي. يعني ككوره في دماغه، في المخ، كمخ كوره كده وكوره، وامتى اعمل باص وامتى اقف على الكوره وامتى ارقص وامتى اخش لجوه والكلام ده. رودريجو كواليتي اعلى من فينيسيوس، وانا متاكد وبص، وما عنديش اي شك في ده. فانت بتجيب جناح، هو مش اي جناح. انا بالنسبه لي رودريجو من افضل الاجنحه اللي موجوده في العالم، بس هو مشكلته في ريال مدريد ان الواد ده من الاخر كده مش مسيطر في اوضه اللبس، مش مسيطر هناك. في ناس هناك
اعلم يعني، فاهم؟ فرق امبابي، فينيسيوس، بلينجهام، في ناس كده واخده صيت اكتر منه. هو تحس اللي هو عيل غلبان مش عارف ياخد حقه من الاخر. لكن ككره هو بالنسبه لي من اعلى الوينجات اللي موجوده في العالم. وكمان الميزه الفنيه اللي هيديها لك ان رودريجو هيقدر يلعب لك على التحولات لان هو لعيب سريع، وهيقدر يلعب لك على الاستحواذ لان هو كورته عاليه جدا. يعني انت لو تلعب جيم تحولات هيقدر يعمل لك جيم قوي جدا، وتقدر تلعب بصلاح ورودريجو اتنين سرعه جدا يقدروا يلعبوا في ظهر الباكات. يقدر يديلك حل في التحولات، حل غير طبيعي. ولو هتلعب استحواذ وهتضغط الفريق اللي قدامك، هو لعيب كورته عاليه جدا ويقدر يعدي من واحد واثنين ويقدر يفك الزحمه. خلينا نتفق ان ليفربول في احتياج شديد جدا لرودريجو، وصفقه مهمه جدا لليفربول. طيب هيجي لي واحد تاني دلوقتي يقول لي رودريجو لعيب جامد، ليفربول محتاجه لعيب زي رودريجو، كل الكلام ده انا متفق معاك فيه. بس في حاجه تانية، ان لو ليفربول معاه فلوس او ليفربول هيصرف، الاولى اللي هو يجيب فيرود. العجز دلوقتي في مركز راس الحرب. انا متفق معاك جدا ان ليفربول محتاجه راس حرب، ما عنديش خلاف 1%، ليفربول لازم راس حرب. بس انا من وجهة نظري صفقة رودريجو اهم من صفقة الفيرود. ايه ده بس، ما تستغربش، اعرفك ليه. هقول لك حاجة صغيرة تعرفك انا ليه بقول كده. جاكبو كراس حربة افضل من دياز كوينج ليفت. فكر فيها كده وركز في اللي انا بقوله تاني. جاكبو اللي هو يبقى راس حربة افضل بالنسبة لي من يبقى دياز هو الوينج ليفت. يعني انا باختصار كده وبمعنى ادق، انا لو خط هجومي بيتكون من صلاح وفيرتز ورودريجو وكاكبو، افضل من لما يتكون بصلاح وفيرتز ودياز وراس حرب. فانت فاهم انا بفضل صفقه رودريجو في ايه؟ ان رودريجو انت في احتياج، يعني البديل بتاع رودريجو او اللعيب اللي بيلعب على رودريجو اقل بكتير من اللعيب اللي هيلعب راس حربه في كدكه في راس حربه. انت فاهم؟ انت فاهم وجهه نظر في الموضوع. انت هتقدر تخلص راس حربه مع رودريجو، هضرب لك تعظيم سلام، وانت صح الصح، وده اللي انت محتاجه فعلا. مش هتقدر غير تخلص صفقه واحده، خلص في رودريجو. رودريجو صفقه اسهل من اي فيرود انت عايز تخلصه، اسهل من صفقه ايزاك مليون مره. لعيب سريع، لعيب قوي، لعيب مهاري، هيديلك اكتر من حل في الملعب. ممكن تحتاجه فيرود هيقدر يلعب لك فيرود. هيديلك حل اللي انت هتركن لعيب زي دياز على الدكه، لعيب بقاله 3 سنين ما بيدكش اي فعاليه على المرمى. فانت الحاجات الايجابيه اللي انت هتاخدها من رودريجو بالنسبه لي اهم من الحاجات الايجابيه اللي انت هتاخدها من الفيرود. وكمان من الاخر يعني انت صرفت وجبت باك يمين وجبت باك شمال وجبت صانع العاب. لازم تنضف شويه وتجيب وينج بقى. لازم وينج يلعب جنب صلاح، مش لازم كل موسم اللي صلاح هو اللي بيشيل لك الخط الهجومي. كفايه يعني صلاح كل موسم هو اللي لو شلت جوان صلاح او شلت نص جوان صلاح من الموسم، هتلاقي ليفربول بيتنافس على المركز الثالث والرابع. فانت محتاج لعيب الناحيه الثانيه يشيل عن صلاح الحمل والضغط، يكون لعيب نجم بحجم رودريجو، ياخد العيون وياخد المراقبه ويقلل الضغط من على صلاح. فصلاح هنا هيقدر يديلك اعلى من اللي كان بيديلك، لان بقى في لعيب على الخط الثاني، لعيب نجم ولعيب عنده قدرات ولعيب عنده خطوره. فانت الفرق مش هتقعد تركز على صلاح بس، او مش هيبقى نقطه القوه عند صلاح بس، لا انت هتمتلك جبهه تانية عندها نقطه قوه كبيره جدا. في النهايه يعني، واللي انا عايز اقوله ان صفقه رودريجو هي صفقه الموسم بالنسبه لليفربول. ولو انت في اختيار ما بين راس حربه ورودريجو، خلص في رودريجو. رودريجو زي ما قلت لك صفقه سهله جدا ان انت تخش تخلصها. وبس كده يا صديقي، دي كانت وجهه نظري في صفقه رودريجو، وليه ليفربول لازم يخلص صفقه رودريجو. هستنى رايك في الكومنتات تقول لي هل صفقه رودريجو افيد لليفربول من صفقه راس الحربه. لو انت لسه مكمل معايا لغايه دلوقتي، انت كده وصلت لنهايه الحلقه. هستنى دعمك بسبسكرايب وتعمل لي لايك على الفيديو وتفعل لي زر الجرس. وشكرا لوقتك.